السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اللحمه بطريقه حلوه جدا جدا، بجد هتعجبك خالص، وطريه ومحمره من بره بطريقه حلوه خالص زي ما انت شايفاها كده. مش هتحتاجي انك تحمريها تاني في حاجه خالص، وهوريك الطريقه دلوقتي. وهنعمل مع بعض الملوخيه، وهوريك اللي انا مخزناها، وهنعمل مع بعض فيديوهات تخزين الخضار ازاي عشان نجهز لشهر رمضان. وهنعمل مع بعض البتنجان بالهريسه الشطه، برضو هتلاقيها عندك في القناه. هيظهر لك الفيديو بتاعها. هنبدأ مع بعض هنا الأول. هبدأ أنا هنا لالية البتنجان، أو ممكن تسلقيه براحتك خالص، يعني الطريقة اللي انت تعجبك. هنا الهريسة الشطة دي أنا عاملاها، هتلاقيها في الفيديو عندك في القناة. هتكوني مجهزاها وتكوني قالية البتنجان وتبدأي تحطي على طول كده. بجد بتبقى مريحة جدا، وبتبقى يعني بتسرع لي في الوقت، ان انا ما اخدش وقت ان انا اقعد اعمل الثوم والهريسة والشطة. لا، انا ببقى مخزناها في برطمانات، وبطلع منها اعمل اللي انا عايزاه في حاجات كتير جدا. بتنجان، فول، بطاطس، حاجات كتير قوي بنستخدم فيها الهريسة. تمام. انا هنا هبدا بقى اعمل مع بعض اللحمه. انا هنا حاطه معلقتين زبده او سمنه براحتك خالص اللي يعجبك. وبعد كده بتبداي تحطي فيها اللحمه. خلاص، بتحطي الكميه اللي انت عايزاها على حسب الكميه اللي انت عايزاها، يعني اهم حاجه تحطي سمنه او زبده. وبعد كده بنبدا نحمرها مع بعض. واهم حاجه بنحط البهارات سليمه مش مطحونه خالص. خلاص، عشان انا عايزه الشوربه دي هخزن منها برضو شوربه. لان المفروض ان احنا نستغل ان احنا بنعمل لحمه، نستغلها ونزود الشوربه وناخد منها ونخزن لحاجات كتير احنا عايزينها. سواء كرنب، محاشي، شوربه، رز، اي حاجه بنستخدمها. وبعد كده هنا انا بدات هنا اللحمه تاخد لون شويه معايا، بس برضو ما وصلتش للون اللي انا عايزاه. خلاص، ببدا اقلب فيها، بسيبها كده دقيقه واقلب فيها الناحيه التانية بالبهارات بتاعتها. بجد يعني مدياني ريحه حلوه جدا جدا بجد. خلاص، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. انا هنا بدات معايا هنا تبدا بتاخد اللون الحلو اللي زي ما انت شايفاه كده متحمر. هبدا انا احط البصل والطماطم. انا ما حطيتش البصل والطماطم في الاول عشان ما ينزلوليش ميه وانا بحمر في اللحمه. وبعد كده بقلبهم شويه وبنزل عليهم بعد كده بالشوربه، بس بنزل بشوربه سخنه. تمام. انا ببقى مجهزاها، وبتنزلي بشوربه كميه حلوه علشان خاطر احنا هنبدا نخزن منها الشوربه اللي احنا عايزينها اللي بعد كده لاستخدامات تانية كتير. شايفه الشوربه حلوه ازاي؟ بجد لونها تحفه، وريحتها ورايقه خالص وجميله. انا ببدا اخزنها يعني لحاجات تانية. انا هدي الملوخيه اللي انا مخزناها برضو، شايفه خضره ازاي؟ بجد يعني بقالها شهرين عندي في التلاجة بطريقه حلوه جدا. برضو هنعمل فيديوهات عنها ان شاء الله باذن الله تعجبكم. بجد انا محتفظه بالخضر بتاعها وجميله زي بتاعت الجاهزه بالظبط. انا هنا حطيت الملوخيه وعليها فص ثوم ومرقه، وبقلبهم. وهنا التومه في معلقه زبده او سمنه، وابدا ما تبدا تتحمر بنزل عليهم بمعلقه كزبره ناشفه. انا بس الملوخيه بتطلع بتبقى جاهزه، يعني هي بتسهل عليا ان انا ما بقعدش بقى اخرط واغسل. لا، أنا بتبقى جاهزه في التلاجة وبطلعها يا دوب بس بعمل الطشه وخلاص. وبعد كده اول ما بدات تتحمر كده نزلت عليها بالملوخيه. شايفه جميله ازاي؟ بجد تحفه قوي، كانها جاهزه، كانها لسه معموله حالا، وهي بجد بقى لها شهرين عندي في التلاجة. هنعملها مع بعض ان شاء الله باذن الله فيديوهات تانية تخزين الخضار ان شاء الله باذن الله. ودي كده خلصت تمام اللحمه بطريقه حلوه خالص. انا كنت طلعتها من الشوربه ما حمرتهاش خالص، يا دوب بس طلعتها زي ما انت شايفه كده، ما احتاجتش ان انا احمرها ولا حاجه. وخزنت الشوربه، صفيتها من الخضار اللي هي فيه وخزنتها. ودي الملوخيه اللي انا كنت مخزناها برضو. وده هنا البتنجان نعملها مع بعض. وهتلاقي عندك الهريسه الشطه موجوده عندك في القناه. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.